السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم طبخ سهل وبسيط. اليوم سوف أقدم لكم طريقة تحضير حال الكاسات بطريقة جد بسيطة وسهلة بمذاق الشوكولا والقهوة. لدينا نصف لتر حليب و3 ملاعق كبيرة من السكر، والسكر يبقى حسب الذوق، وملعقتين كبيرة من بودرة كريم باتيسير ويمكن تعويضها بالنشا، وملعقة كبيرة من الكاكاو الحلو وليس المر، وملعقة صغيرة من قهوة سريعة الذوبان. نأخذ إناء ونضع فيه الحليب، ثم بودرة كريم باتيسير، وكاكاو الحلو، والسكر. كما قلت السكر يبقى حسب الذوق، وملعقة سريعة من قهوة سريعة الذوبان. ثم نمزج جميع المكونات مع بعضها البعض. ثم نضع الإناء فوق نار خفيفة مع التحريك المستمر. نستمر في التحريك حتى نحصل على خليط كثيف متماسك. للتزيين نأخذ صحن صغير به قليل من الماء وبودرة كاكاو، ثم نأخذ الكأس ونضعه في الماء، ثم نضعه في بودرة الكاكاو، ثم نقوم بنفس العملية مع باقي الكاسات. نضع الكأس في الماء ثم بودرة الكاكاو، ثم نصبه في كؤوس. ونتركهم ليبردوا ثم ندخلهم إلى الثلاجة. هذا هو الشكل النهائي لحل الكاسات بمذاق الشوكولاتة والقهوة. أنا زينتهم بجوز الهند، والتزيين يبقى حسب الرغبة. للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك على قناتكم طبخ سهل وبسيط، وزيارة صفحتنا على فيسبوك، والضغط على زر لايك من أجل أن تدعموني، ودمتم في رعاية الله.